هناك اتهامات كثيرة وكبيرة بخصوص الحشد الشعبي، المقاومة، وهناك من يحاول تفكيك الحشد الشعبي أو تذويبه ضمن مؤسسات الدولة، وهذا لا نقبل به أبدا، لأن الحشد الشعبي الذراع القوي والظهير الأمين لحفظ الحكومة وحفظ سيادة العراق. ونحن ماضون بإقرار قانون الحشد الشعبي وفاء لتضحيات شهدائنا، لجرحانا، لعوائلهم، لأبنائهم. وهذا الموضوع لا يمكن ولا نسمح به إطلاقا تفتيت الحشد أو تذويبه أو إضافته إلى أي مؤسسة أخرى. نحن مع سيادة العراق، مع استقرار العراق. من يضمن أن العراق يستقر وتسوده السيادة نحن نقبل بأي قرار يضمن هذا الموضوع. أيضا فيما يخص المقاومة، اليوم المقاومة عالمية دافعت عن مشروع وطني ومشروع إسلامي ليس في العراق فحسب بل في المنطقة، لأن هناك من يحاول أن يوظف المنطقة ويجهرها للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، والمقاومة لها دور كبير والأعداء يعرفون هذا الدور، لذلك يحاولون من خلال إعلامهم أو من خلال أجنداتهم تقويض المقاومة. هذا لا يمكن إطلاقا. محمد الحسناوي، النائب عن حركة حقوق.